ما سالتش نفسك قبل كده هو ازاي واحنا ساكتين دماغنا بتفضل تتكلم؟ يعني احنا رغم ان احنا قافلين بقنا وما بنتكلمش مع حد، دماغنا عماله تتكلم. يعني مثلا لو انت سايق لوحدك في العربيه، او انت ساند دماغك على الشباك في المواصلات، او في تعمل اي حاجه وساكت ما بتتكلمش مع حد، عايز يعني توصل لشويه هدوء، دماغك ما بتبطلش كلام. والاغرب ان هي بتاخدك لطريقين ما لهمش تالت. يا اما بتفتح لك ابواب في الماضي، ذكريات مهببه، او تفكرك بمواقف محرجه، او تنكد عليك بصريح العباره، او تفكرك بذكريات كويسه. اول حاجه التانية ان هي تاخدك للمستقبل، تفضل تديك في سيناريوهات للمستقبل وتساؤلات تخليك تقلق وتخليك تخاف. لما دورت لقيت الموضوع ده تفسير علمي. ازاي احنا ما بنقدرش نعمل كنترول على دماغنا؟ وازاي دماغنا مش عايزه ترتاح ولا تخلينا ننبسط؟ والاجابه يا صديقي ان دماغك ما طلعتش مصممه ان هي تريحك او تبسطك اصلا. الدماغ مصممه انها تحميك. طب ازاي؟ هتحميني ازاي وهي سحلاني يا اما في الماضي يا اما في المستقبل؟ العلم قال هنا ان هي الحاجات دي عباره عن اشارات. بمعنى ان هي لما تاخدك للماضي وتفكرك باخطائك، فهي عايزه تقول لك خد بالك ما تعملش الاخطاء دي تاني. وهو ده السبب ان هي بتقعد تفكرك باخطائك. النقطة التانية لما تاخدك للمستقبل وتفضل تديك في تساؤلات وسيناريوهات كتيرة ملهاش أول من آخر، فهي عايزة تقعد تقول لك خليك جاهز لأي حاجة ممكن تحصل في المستقبل. لما تيجي تفكر شوية كده هتكتشف إن الموضوع ده مصيبة. ليه بقى؟ لأن هي يا إما حبسك في الماضي، يا إما سحلاك على أسطورات المستقبل وبالتساؤلات والخوف والقلق من بكرة. طب الحل؟ يعني الحاضر واللحظة اللي بتمر عليا دي أنا عايز أفضل أعيشها. في اللحظة دي عشان تعيشها لازم تاخد خطوتين. العلم قال لك الموضوع ده ليه خطوتين، لو عملتهم هتقدر تقلل من تأثير الموضوع ده على دماغك، وتقدر معظم الوقت تعيش في اللحظة اللي بتمر عليك. الخطوة الأولى احنا اوريدي بدأنا فيها. قال لك أول ما تدرك إن اللي بتعمله، العملية اللي بتعملها معاك دماغك دي، إن هي شغالة، تأثير التساؤلات عليك هيخف. يعني خلاص بقى لما يقعد يفكرك بذكريات في الماضي انت هتتعامل، مش هتحاول تهرب منها، هتتقبلها. بس انت عارف ان دي اشتغاله، فعقلك انت نفسك مش هتستجيب معاه، فمش هيأثر على اي حاجه. النقطه التانية هي بتكمل النقطه الاولى، بس هي محتاجه تركيز منك شويه. دلوقتي وانت سرحان دماغك بتبقى شغاله على وضع اسمه DMN، يعني درافت مود نتورك. وده جزء بيخليك تفضل تفكر في الماضي وتقلق من المستقبل. وعشان تطفي الوضع ده محتاج تعمل سويتش، محتاج بقى تقلب بقى على وضع تاني يرجعك للواقع اللي انت المفروض تبقى عايش فيه. فقال لك ممكن تعمل خطوات بسيطه، ومش عايزك تستعجل وتتفه من الخطوات اللي اقولها لك. قال لك اول حاجه تاخد نفس بطيء، وتبدا تحس بالنفس اللي انت واخده، وتحاول تسمع صوت نفسك، تحاول تبص على ايدك، طبعا مش عشان تتاملها لكن عشان تحس انك موجود. تبدا تحاول تسمع اصوات حواليك او تخبط برجلك في الارض. الموضوع ده رغم بساطته دماغك بتفصل من شبكه التفكير التلقائي اللي هي DMN، وتبدا تنتقل للشبكه التانية اللي هي اسمها تاسك بوزيتيف نتورك، وهي المسؤوله عن الانتباه والتركيز. وده اللي بنسميه ريجنش بريزنس، يعني الحضور الذهني. وعشان ابسطها لك اكتر واشرحها لك اكتر هحاول اديك مثال. دايما هتلاقي في المسلسلات والافلام لما البطل بيحلم بكابوس او يقوم مفزوع من النوم مره واحده كده، هتلاقيه بيبدا اول حاجه يحط ايده على جسمه، ويبدا يبص على ايده، ويبدا يحط ايده على وشه والسرير، ويبدا يتحسس الحاجه اللي حواليه. ودايما هتلاقي المخرج بيجيب لك صوت كل حاجه بتحصل، صوت نفسه، صوت لما بيقوم بيلبس الشبشب ويروح ناحيه الميه ويشرب الميه ويفتح التلاجة. كل الحاجات دي عشان ينقل لك صوره ان هو رجع للواقع وكانه كان موجود على واقع تاني او واقع موازي. هي دي نفس الفكره. اتمنى ان انا قدرت فعلا اشرحها حتى لو بشكل بسيط.